بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، يا أبناء القوات المسلحة البطلة، تمر اليمن بمنعطف مصيري وحاسم يتطلب منا جميعا مزيدا من التماسك والصلابة ومواجهة تلك الماليشيات الطائفية السلالية. أنها اللحظة الفارغة التي يظهر فيها كل معدن صلب وجوهر أصيل. يكفي شعبنا اليمني هذه المعاناة التي سببتها له تلك العصابات الإجرامية. هذا الشعب لا يستحق إلا الحياة الكريمة والعيش الكريم. لقد راهنت ولا زلت أراهن على أبناء شعبنا الكريم في انحيازهم الأصيل للجمهورية والثورة وقيمها، للحوار الوطني واليمن الاتحادي الجديد، أن صنعاء انتفضت لعروبتها وأنها ستنتصر رغم كل شيء. سننتصر لا محالة، سنمضي نحو الانتصار، وهذه ثقتنا بشعبنا وبعدالة ما ندعو إليه. أعزي شعبنا اليمني العظيم، في كل الشهداء الذين استشهدوا في يومنا هذا وخلال اليومين الماضية في انتفاضة صنعاء، وفي المقدمة منهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكل من قضى نحبه من أبطال القوات المسلحة وشرفاء المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الوطن، وكذلك أسرة وأقرباء وذوي الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أدعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترزح تحت وطأة هذه الماليشيات الإجرامية الإرهابية إلى انتفاض في وجهها ومقاومتها ونبذها. وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عونا وسندا لهم، فقد وجهنا بذلك. كما أدعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية التي كانت وستظل خيمة وطنية لكل أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة. أحيي بكل اعتزاز وفخر نضالات الشرفاء الأحرار في القوات المسلحة والمقاومة الباسلة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب السياسية والقوائم الاجتماعية الحرة. نحن معكم في خندق واحد وهدف واحد، إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الماليشيا الحوثية الأيرانية المتمردة. ليس أمامنا جميعا إلا طريقا واحد لا ثاني له، وهو طريق سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري والانتماء العروبي. أتوجه إليكم جميعا بقلب متسامح وبإرادة صلبة لنفتح صفحة جديدة ولنخلص يمننا الحبيب وكل ترابنا الطاهر من هذا الكابوس. تعالوا نضع أيدينا بأيدي بعضنا نحو إنهاء تسلط هذه العصابات السلالية الإجرامية والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والكرامة والحرية والمساواة، يمن البناء والتنمية. صنعاء ستنتصر وستعود عربية كما عهد أبنائها بها بفضل نضال وتضحيات أبناء شعبنا الجميعا ودعم ومساندة أشقائنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين. عاشت الثورة والجمهورية والوحدة، عاش اليمن الاتحادي الجديد.